طبعًا كلنا شُفنا الموضوع اللي حصل الفترة الأخيرة في ماتش الزمالك ومودرن سبورت، الماتش اللي كان المفروض يتلعب في استاد القاهرة بس اتنقل لاستاد هيئة قناة السويس بسبب التصريحات اللي هتبقى في استاد القاهرة وإن الاستاد هيتقفل والكلام ده كله. مش دي المشكلة وده عادي جدًا، لإن نادي الزمالك كده كان مختار الاستاد البديل ليه استاد هيئة قناة السويس لو حصل حاجة لاستاد القاهرة. المشكلة هنا مع شركة تذكرتي اللي نزّلت التذاكر بدري من غير ما تاخد الخبر أو تعرف الخبر من رابطة الأندية إن الماتش هيبقى في استاد هيئة قناة السويس بدل استاد القاهرة، ودي برضه مش مشكلة لإن الموضوع ده حصل كتير، كان بتحصل من استاد القاهرة واستاد السلام والحاجات اللي إحنا فاكرينها الموسمين 3 اللي فاتوا. كنت تخش تحجز عادي لو الماتش استاد القاهرة ولقيته اتنقل استاد السلام تذكرتك دايركت هتتحول لاستاد السلام على طول، على طول ما فيش مشكلة، لأن أنت حاجز نفس التذكرة بتاعة نفس الماتش. المشكلة هنا السنة دي عملوا حاجة غريبة جدًا مع جمهور نادي الزمالك، الناس اللي حجزت والماتش مكتوب فيه استاد القاهرة ما لهاش حجز، بمعنى أصح خش احجز تاني بفلوس تانية، وقالوا للناس دي إن هم هيرجعوا لهم الفلوس بعد 14 يوم. أنت متخيل؟ يعني مثلًا أقول لك على حاجة، أنا هاقول لك على حاجة، مش كل الناس طبيعي هتقدر تدفع التذكرة تاني أو تشتري التذكرة تاني، غير إن بقى في عبء على السفر. أنت هتسافر إسماعيلية، يعني أنت بدل مثلًا لو أنت من القاهرة وهتروح الماتش عادي في القاهرة، أو أنت من أي حتة جنب القاهرة محافظات بقى بتاع وهتروح القاهرة، لأ مواصلاتك زادت وهتروح مكان أبعد ومرهق بالنسبة لك اللي هو إسماعيلية، لأ ومضطر تشتري التذكرة تاني عشان تروح تشجع الفريق اللي أنت بتحبه. يعني تعالَ افترض معايا كده مثلًا من وقت نزول التذاكر 4، 5، 6000 واحد مثلًا حجزوا التذاكر. وانا متاكد ان هم طبعا ماتش في القاهره هم اكتر من كده، لان احنا مع احترامي مش زي الناس التانية، الناس التانية اللي هم بيحضروا في المناسبات بس. يعني واخدين بالكم ده منظر جمهور بيحضر عادي ماتشات الدوري، يعني ده الفرق بيننا وبينهم. هم بيحضروا مناسبات بس، احنا ورا فريقنا في اي ماتش سواء مهم او مش مهم، احنا ورا الفرقه في اي ماتش وبالنسبه لنا كل الماتشات مهمه. فسؤالي هنا للمنظومه الرياضيه الكامله في مصر، انتوا سالخين جمهور نادي الزمالك ليه؟ بتعاقبوا جمهور نادي الزمالك ليه؟ بتعاقبوا الناس اللي عامله منظر حلو للمسرحيه بتاعتكم ليه؟ مش فاهم. ايوه المسرحيه وكلنا عارفين انها مسرحيه، بس احنا عشان بنحب نادينا مكملين معاهم ماشيين وراه للاخر وعايزين نشوف اخركم. فانا نفسي افهم جايين علينا ليه برضو قوي كده؟ معلش يعني عقوبات واحنا بس اللي بنتعاقب. الناحيه التانيه يشتموا ويعملوا وما يتعاقبوش. احنا ما شتمناش والله لحد وقتنا هذا. انا حضرت الماتشين، اول ماتشين في الدوري، ما شفتش لفظ خارج من جون نادي الزمالك. انا كنت موجود في ماتش سيراميكا وكنت موجود في ماتش المقاولين، ان اشوف لفظ مفيش. الناحيه التانيه شتموا حسام حسن وشتمونا احنا الزملكاويه ونادي الزمالك في الطرقه وهم طالعين، والمراقب طلع قال لك لا ده شتموا في الطرقه مش في الاستاد فمش هيتعاقبوا، والكابتن ثروت سويلم قال لك على حسام حسن طالما ما اشتكاش مش فيش عقوبه، مفيش عقوبه والكلام ده كله على حسام حسن، يعني هو ما اشتكاش. من امتى برضه معلش انا اسف وفي لعيب كوره بيشتكي ان هو اتشتم؟ يعني ايه دي معلش؟ لا لا بجد لا ايه دي معلش؟ المفروض حقه يجيله من المنظومه اللي منظمه الدنيا دي كلها. فين الكلام ده؟ فبجد بجد بجد لحد امتى هتفضلوا تحاربوا جمهور نادي الزمالك؟ الجمهور اللي عامل لكم قيمه والله